السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض خطوه بخطوه ازاي نعمل لود لسامبل داتابيز على ماي سيكوال علشان نشتغل عليها في التطبيق العملي. في الكورس بتاعنا ان شاء الله هنستخدم قاعده بيانات جاهزه اسمها كلاسيك مودلز، ودي هتساعدنا نفهم البيزنس ماشي ازاي ونبدا نكتب سيكوال كويريز بشكل واقعي، من اول ابسط الاستعلامات لحد الاستعلامات المعقده زي الجوينتس والاجريجيشن والسب كويريز والستورد بروسيجرز والفيوز والحاجات اللي ممكن تبان لبعض الناس انها حاجات ادفانسد ومعقده شويه، مع انها في الحقيقه بسيطه جدا ان شاء الله. وكمان زي ما وعدتكم وقلت لكم انه ان شاء الله في نهايه الكورس هخليك توصل لمرحله ان السيكوال لعبه في ايدك تقدر تعمل بيها اللي انت عايزه وتكتب اي استعلام يجي في بالك. يلا بينا نبدا. اللي موجود قدامكم دلوقتي ده الويب سايت اللي احنا هنمشي عليه او مش هنمشي عليه. احنا واخدين منه التقسيمه لان التقسيمه بتاعته منظمه جدا، فاحنا واخدين التقسيمه من الويب سايت ده. يعني زي ما انتم شايفين الموضوع منظم جدا. اول حاجه هنا السكشن الاول، هنا getting started اللي هو بيقول لك هنبدا ازاي في السيكوال، وده اللي احنا اصلا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. الحاجات دي اللي احنا عملناها المره اللي فاتت، احنا ادينا انترو لماي سيكوال، بعدين عملنا انستول لماي سيكوال وعملنا كونكت على ماي سيكوال سيرفر من خلال التيرمينال ومن خلال الماي سيكوال ورك بنش. النهارده بقى عايزين نعمل داونلود لسامبل داتابيز. سامبل داتابيز معناها قاعده بيانات تجريبيه، احنا بس مجرد يعني هي مش بيانات حقيقيه، البيانات اللي موجوده داخل قاعده البيانات دي احنا هنحملها علشان نتدرب ونعرف نكتب استعلامات وكده. والترتيب اللي موجود هنا ده على اليمين في الاغلب ده الترتيب اللي احنا هنمشي عليه، يعني احنا بنمشي واحده واحده. هنخلص الحاجات دي كلها بعدين نكتب سيلكت فروم وندخل على السيلكت الاوردر باي الوير مش عارف ايه، فده الترتيب اللي هنمشي عليه. المهم دلوقتي خلونا ان احنا نعمل داونلود للسامبل داتابيز. نكليك هنا. طبعا كل الماتيريال وكل الحاجات اللي انا بشرح عليها الويب سايتس والحاجات اللي انا بفتحها اثناء الشرح والكلام ده كله هسيبها لكم تحت في الديسكربشن بوكس، فما تنسوش ان انتوا كل مره تشوفوا الديسكربشن بوكس، لان انا احيانا ممكن تلاقيني كاتب حاجات اضافيه، بعت لكم لينكات لحاجات معينه مش عارف ايه، فدايما ما تنسوش تتابعوا الديسكربشن بوكس. تعالوا دلوقتي نعمل داونلود لماي سيكوال سامبل داتابيز. نكليك كده، بعدين نختار داونلود ماي سيكوال سامبل داتابيز اللي موجوده هنا، نضغط عليها نقول له داونلود. بعدين بيقول لي اختار المكان، هخزنها عادي في الداونلودز، اقول له سيف. الملف بينزل كزيب فايل، احنا محتاجين نفك الضغط بتاعه، فتعالوا كده نفتح الملف بتاعنا ونضغط عليه، هنلاقيه فتح لنا الملف ده. نفتح الملف، ملف سيكوال عادي جدا، وهنلاقي الملف فتح معانا. اول ما هتفتح السيكوال هتلاقي كده كل الكويريز او كل الاستعلامات اللي موجوده هنا، دي الاستعلامات اللي هتعمل لنا الداتابيز. طيب احنا بقى نعمل ايه؟ نقول له كنترول ايه، هنحدد كل الاستعلامات اللي موجوده، بعدين هنضغط على علامه اكزيكيوت اللي موجوده هنا. ممكن بعض الناس تكون عندهم العلامه دي مش شغاله او مش متفعله. كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي على العلامه اللي موجوده هنا فوق كده في الاعلى وتقول له ريكونكت تو دي بي ام اس وتضغط عليها. ممكن يطلب منك الباسورد، هتدخل الباسورد بتاعك، بعدين هتلاقي العلامه دي مفعله. احنا بس دلوقتي هنضغط على اكزيكيوت، هنلاقيه نفذ كل الاستعلامات او كل الكويريز اللي مكتوبه زي ما انتم شايفين كده. كل الاستعلامات اتنفذت. طيب ليه ما ظهرتش هنا؟ لان احنا الاول محتاجين ان احنا نعمل ريفرش. هنيجي هنا كده ونضغط على ريفرش، هنلاقيها فعلا بقت موجوده الداتابيز عندي اللي هي كلاسيك مودلز دي كده الداتابيز. هنا في التيبلز، كل دي تيبلز موجوده، وداخل كل تيبل زي ما قلنا بيكون عندنا شويه كولومز وفي اندكسز وفورين كيز وتريجرز. هنفهم الكلام ده كله بعدين، انا بس يهمني دلوقتي ان احنا عملنا لود للسامبل داتابيز بتاعتنا. طيب تعالوا بقى دلوقتي مع بعض نفهم السامبل داتابيز كانت بتقول ايه، ونفهم شكلها، ونبدا نفهم الاي ار دي ونفهم البيزنس، علشان لما نبدا نكتب استعلامات الموضوع بالنسبه لك يكون بسيط وتكون الدنيا بالنسبه لك سهله. عايزين نفهم الاول حاجه مهمه جدا. البيزنس اللي احنا بنتكلم عليه او الشركه دي هي اسمها كلاسيك مودلز، ده اسم الشركه. بتعمل ايه بقى الشركه دي؟ الشركه دي بتبيع كار مودلز، عارفين مجسمات العربيات اللي هي زي كده، الحاجات اللي زي كده. انا بالمناسبه من الناس عشاق الحاجات دي، يعني برضو من الحاجات اللي انا نفسي اعملها في الغرفه بتاعتي ان انا يكون عندي ارفف كده واكون بقى حاطط عليها نوع من انواع المجسمات دي بقى وحركات من دي. المهم ان الشركه بتاعتنا اسمها كلاسيك مودلز، وهي بتبيع مجسمات زي الحاجات دي بقى. علشان نفهم البيزنس بتاعنا تعالوا ننزل تحت كده، تعالوا كده نبص للاي ار دي نفسه او للرسمه دي. الرسمه دي هتوضح لنا كل حاجه، يعني قبل ما تبدا تكتب اي كويري او اي استعلام في داتابيز معينه يفضل ان انت تشوف الرسمه، لان هي بتفهمك حاجات كتير جدا وهتسهل عليك حاجات كتير. لو خدتوا بالكم من الرسم اللي هنا هنلاقي هنا ان اول حاجه عندنا حاجه اسمها البرودكت لاينز، ودي زي ما قلنا اللي هي تصنيفات او الفئات بتاعه المنتجات. زي ما قلنا عندنا موتوسيكلات، عندنا كلاسيك كارز، عندنا اس يو في كارز، ايا كان بقى انواع الكارز هنشوف ده لما ندخل على الداتابيز نفسها. ده بالنسبه للبرودكت لاين.
عندنا هنا بقى البرودكتس اللي هي المنتجات نفسها، دي اللي هي مجسمات العربيات، وكل منتج لازم يتبع لبرودكت لاين واحد. يعني زي ما انتم شايفين هنا العلاقه ما بين البرودكت لاينز والبرودكتس هي هنا 1 ده جنب ال1 وهنا الميني. البرودكت لاين الواحد بيكون فيه جواه ميني برودكتس، انما البرودكت الواحد بيكون تابع لبرودكت لاين واحد بس. يعني عندي الفئه الواحده بيكون فيها منتجات كتير. ده بالنسبه للبرودكت لاينز والبرودكت. طيب عندنا بقى هنا برضو نقطه كمان، ان احنا عندنا جدول اسمه كاستمرز ده اللي هو الجدول اللي بيخزن لي بيانات العميل، اسم العميل، التليفون بتاعه، العنوان بتاعه، الكريدت ليميت، شويه بيانات تخص الكاستمر. وعندي جدول كمان اللي هو الاوردرز او الطلب نفسه، الطلب اللي العميل ده بيعمله. وطبعا العلاقه ما بين الكاستمر وما بين الاوردر، الكاستمر الواحد ممكن يعمل ميني اوردرز، ممكن يعمل اكتر من طلب، بس الاوردر الواحد بيكون تابع لكاستمر معين. يبقى احنا كده عندنا العلاقه ما بين الكاستمر والاوردر، الكاستمر وان سايد والاوردرز اللي هي الميني سايد. لو انت مش فاهم العلاقات والوان تو ميني والكلام ده كله، انصحك ان انت ترجع لجزء الاي ار دي اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الحلقات اللي فاتت. الطلب بقى نفسه، احنا عندنا الاوردر الواحد، طبعا الاوردر بيكون مكون من منتجات كتير، وهنا بقى يجي دور الاوردر ديتيلز. زي ما انت شايف ان في علاقه ما بين الاوردرز والاوردر ديتيلز. جوه الاوردر ديتيلز بقى بنلاقي الحاجات اللي هي اللاين ايتمز، التفاصيل بقى كلها. يعني يقول لنا مثلا احنا عندنا منتج A، منتج معين، عندنا الكميه المباعه منه 5 وسعرهم كذا، المنتج B الكميه المباعه منه 3 بسعر كذا، وهكذا. لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن المابينج هتعرفوا ان الاوردر ديتيلز ده عباره عن كان كوبري كده، ده كان كوبري، لان انا كان عندي علاقه ما بين الاوردرز وما بين البرودكتس، بس عملت ايه؟ العلاقه ما بينهم كانت ميني تو ميني، فعملت جدول اللي هو الاوردر ديتيلز، اللي هو زي ما قلت لكم كوبري، بناخد فيه بقى البرايمري كي من الجنب اللي هو بتاع البرودكت، والبرايمري كي من الاوردرز، والاثنين دول بيكونوا از كومبوزيت برايمري كي في الجدول الجديد اللي هو الاوردر ديتيلز. طبعا ارجعوا للفيديوز اللي فاتت اللي كنا بنتكلم فيها عن الاي ار دي والمابنج والكلام ده كله. الكلام ده يا جماعه مهم جدا، فلو انت جاي تتعلم سيكوال ومش فاهم الكلام اللي فات ده انت مش هتستفيد. ممكن تكتب كويريز والكلام ده، بس انت مش هتكون فاهم انت بتعمل ايه. بالنسبه بقى لجدول الدفع اللي هو البيمنتس، عندنا هنا العميل ممكن يدفع مره واحده وممكن كمان يدفع اكتر من مره. يعني كده عندنا العلاقه ما بين الكاستمر اللي هو العميل وما بين البيمنتس هتكون 1 تو ماني، 1 من ناحيه الكاستمر وماني من ناحيه البيمنتس. وطبعا هنا بقى بيسجل لي تفاصيل الاماونت والبيمنت ديت والتشيك نمبر ومش عارف ايه والتفاصيل دي كلها. عندنا هنا جدولين كمان اللي هو الاوفيسز او المكاتب والامبلويز اللي هم الموظفين. الاوفيسز دي اللي هي الفروع بتاعت الشركه بتاعتنا، فاحنا هنا عندنا علاقه ما بين الاوفيسز وما بين الامبلويز. الاوفيس الواحد بيضم مجموعه من الموظفين، وكمان لو خدت بالكم هتلاقوا ان في علاقه ما بين الموظفين ونفسهم. يعني هنا 1 رايحه للجنب ده داخله لنفسها برضو، هنلاقيها ميني 1 تو ميني. يعني بيكون عندنا موظف يرأس مجموعة مديرين، يعني هو موظف بس هو مدير لمجموعة موظفين تانيين. طيب مين بقى عندنا المسؤول عن العميل؟ مين المسؤول عن الكاستمر؟ هنلاقي هنا في جدول الكاستمر في عندنا حاجة اسمها سيلز ريب امبلوي نمبر، موجودة هنا كده، سيلز ريب امبلوي نمبر اللي موجود هنا ده عبارة عن فورين كي جاي لي من جدول الامبلويز اللي هو بيربط لي العميل بموظف المبيعات المسؤول عنه. يبقى احنا كده عندنا العلاقة ما بين جدول الامبلويز والكاستمر. الامبلوي الواحد ممكن يبيع لمجموعة كاستمرز، والكاستمر الواحد بيكون بيتعامل مع موظف بعينه. يبقى احنا كده ممكن نلخص الرسمة كلها على شكل 3 نقط. الحاجات اللي تخص البيع عندنا هنا كده الكاستمر بيعمل اوردر، الاوردر بيكون ليه اوردر ديتيلز، الاوردر ديتيلز بتشمل البرودكت والبرودكت لاينز. ده كده الحاجات اللي تخص البيع والحاجات دي. عندنا بقى الحاجات اللي تخص الفلوس حاجتين بس، الكاستمرز والبيمنتس. الحاجات اللي تخص الشركة نفسها عندنا الاوفيسز بتضم مجموعة من الموظفين، والموظفين دول بيبيعوا لمجموعة من العملاء. يبقى كده دلوقتي الصورة بقت واضحة.